بينما الآن الفيصلي حتى الآن لم يستبدل أحد أرقامه في أرضية الملعب. ونبدأ مشاهدينا الكرام مع هذه الصافرة وبداية لشوط المباراة الثاني والتقدم الاتحادي. ماذا سيفعل الفيصلي من خلال شوط المباراة الثاني وماذا سيفعل الاتحاد وكيف سيلعب؟ فكرة الركلات الجزائية المهدرة 4 وهناك من 12 ركلة جزائية. باولو جورج جول مثل ما يقولون ومهما يقولون ومهما صار ومهما تم، انت البدايات يا عميد واخر ساحل وميل. صدقني مهما يقولوا ما بين الفريقين لم تحضر تماما من خلال 6 مواجهات. كرة ملعوبة للفيصلي ولكن داخل المنطقة أخيرا مبعدة إلى منتصف الملعب. فهد العنزي الآن في منتصف الملعب، نقلة في مكان سليم، يا سلام إلى ناحية النمري. النمري يقود هجمة، يلعب للراشد في عملية تسلل ولا لا؟ الراشد ما فيها أي تسلل، تراجع للخلف، منطقة سليمة، يلعب له كرة في الجهة اليمنى. باولو جورج صانع لخطات الاتحاد هنا بالكعب، يا سلام في منطقتك، مع نقلة أمامية مع تقدم سريع الآن على ما يبدو لي لبدر الخراشي اللي في شوط المباراة الثاني. طب التبديل وفونا فيه يا جماعة، يعني حتى في بأنه بدأ هناك من الملاعب المعروفة في منطقة الصليبية بالراس ملعوبة. كرة لمصلحة الفيصلي ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، كانت خطيرة جدا عن طريق الخراشي اللي يحرك الآن هجوم الفيصلي من خلال شوط المباراة الثاني من خلال 54 دقيقة. لاحظ معاي الكرة اللقطة الماضية وهنا الرأسية للخراشي. ولا على فكرة الخراشي من اللاعبين الهدافين الممتازين والممتعين جدا، واعتقد بأنه الآن يأخذ مساره من خلال تشكيلة زلاتكو في شوط المباراة الثاني. القائمة الأساسية للاتحاد بقرار من السيد صالح الهذلول ببطاقة حمراء، وخلونا نتحدث عن البطاقات الحمراء وراح نشوف ليش. البطاقات الحمراء في دوري زين حتى هذه اللحظة ب9 جولات 11 بطاقة، والآن هذه البطاقة رقم 12. وماذا عن المباريات الأخرى؟ هذا الحب، هذا اللي يقولون عنه حب، هذا اللي يقولون عنه وفاء، هذا اللي يقولون عنه مهما حصل ومهما صار يظل في مشوار في شوط المباراة الأول والثاني. وبالتالي هنا اللقطة للركلة الجزائية اللي سجلها باولو جورج مع شوط المباراة الثاني ومطلعه، وبالتالي سجل هدفه الثالث. إلى ماذا يشير باولو جورج؟ ربما في موقع ربيع الموسى. عموما هنا الكرة منقولة، يلعب عاصم سهيتي، يا سلام. الخراسي فهد مع عنابي ستير. هذا العنابي فريق عريق، فريق قوي في حضوري وفي غيابي. هذا العنابي يسجل أول أهداف المباراة لمصلحة الفيصلي. هي لقطة، وهنا فهد الخراشي يستغل الخطأ الدفاعي من رضا تكر وبالتالي يسجل أول أهداف الفيصلي في شباك علي المزيدي. حاول الآن نقلة وأخيرا داخل المنطقة. هي لقطة للمطيري، هي لقطة ثانية. ماذا يحدث في دفاعات الاتحاد؟ تخبطات، إثارات. هي لقطة ويسجل من خلالها بعد أن سجل بدر الخراسي الهدف الأول. فهد الخراسي لم نذكر هو بدر، ولكن بدر الخراسي هو صاحب الهدف. ربما مع سرعة المباراة مشاهدينا الكرام والعفو من السادة المشاهدين والكرام وجماهير الفيصلي، هنا لقطة ولكن هنا تسجيل وهنا الهدف وهنا لقطة الصقري. ماذا يحدث؟ اعتمادات غير واقعية وهدف لصاحب اللم. تبديل اتحادي الآن، واحد الحلول ربما من السيد ديمتري في هذه اللقطة. ربيع الموسى شقيق رضوان الموسى، شقيق كامل الموسى، شقيق أحمد الموسى لاعب الوحدة. كأس العالم للشباب. كرة منقولة إلى الجانب الأيسر، سلطان النمري محاولة الآن لمصلحة الاتحاد مع محمد الراشد، يأخذ مسار يفتح ثغرة وربيع الموسى موجود ولكن في تغطية. حتى الآن الفيصلي يمضي. كرة ونقلة في المنتصف، محاولة الآن خطيرة لمصلحة الفيصلي، تسديدة، يا سلام. المطيري خطير، عبد الله المطيري في تسديدة ثانية، صاحب أسرع هدف كلاعب بديل من خلال هذه المباراة في أول 5 ثواني. ربما سيكون مكان سلطان النمري في الجهة اليسار مع محاولة قاعد يتحدث صدارة الهدافين حتى الآن. فيكتور سيموس هداف الاهلي، دفاع اللي هو عقيل بلغيث واحمد البحري في خط الخلف. كرة ونقلة هنا، باسل الفهد يلعب كرة ولكن هناك ثبات لعلي الميزي.
حتى وإن كانت الهدفين تسكن شباك هذا الحارس إلا أنه يقدم مستوى فعال جدا. آمنة خالد الرجيب، وأفضل لاعب أجنبي هو فرناندو لاعب الشباب. هنا كرة منقولة لمصلحة الاتحاد، نايف عليك القلب خايف، نايف في لقطة لمصلحة الاتحاد يلعب كرة باليسار، سوء طالع مع الهزازي، الهزازي في لقطة لاحظ معاي ياخذ له كرة ومن هنا يسدد له باليسار، ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب بعد أن ارتطمت بالقائم، وبالتالي مرت إلى ركلة مرمى لمصلحة الفيصلي. رائع جدا في أداء ومستواه. في الجهة اليسار هجمة باولو جورج يمشي البرتغالي على خط الكبار في لقطة ملعوبة عرضية، فهد عداوي ينقذ الموقف الآن من جانب الاتحادي. الآن في هجمة ملعوبة لنايف هزازي ما فيها أي شيء تماما، تقدم للصقر الجارح يحاول يمر، تيسير للتيف. أسد في مرمى الفيصلي في الألفية، بداية الألفية تيسير للتيف أحد النجوم وحراس المرمى. هنا تصويبة أتت من العداوي أو وائل عيان، ولكن مرت إلى يد المزيد. الانتيف لاحظ معي اللقطة اللعبة لنايف هزازي، نايف هزازي يعرف طريق المرمى تماما، ولكن في هذه اللقطة أعتقد بأنه تيسير الانتيف. مرت هذه النتيجة 3-2. على فكرة ما حضرت بين الفريقين في 6 مواجهات ذكرتك في تاريخ لقاءات الفريقين. ثانيها الأخيرة في دقائق الأخيرة لقطة ملعوبة هذه خطيرة لمصلحة الفيصلي. وائل عيان ياخذ كرة يلعب عرضية خطيرة جدا بالراس، تاخذ مسار ابعاد من دفاعات الاتحاد. رضا تكر الآن في محاولة إنجاز في المنتصف، داريو جرتك صاحب التسديدات الصاروخية، ولكن هناك راية ناصر المظفر لوجود حالة تسلل، لكن حكم المباراة يعطي الاستمرارية بما أنها وصلت ولم يكن هناك تأديب. والانطلاقة هذه اتحادية تمضي من راشد الرهيب، يمر لنايف، نايف يمر الكرة فيصلي من الجانب الأيمن. محاولة الآن باروبيتش يلعب كرة، رضا تكر بالخطأ. يا سلام شو اللي قاعد يصير يا عنابي يعني، وكادت أن تكون ثالثة، ولكن العارضة يا سعود، العارضة يا صاروخ، العارضة يا صاروخ. جول سكوت كريري يسجل هدف المباراة الرابع في مقتل الفيصلي، ينهي كل الأمور، النمور تنهي كل الأمور. عندما يقولون اسأل عن السحر بين العشاق، فلك أن تسأل جمهور العميد. نايف يتقدم وباولو ونقلة في الصميم يمشي معاها هداف المباراة. ماذا يعني؟ نعم هذا اللي يقول لك أيها العميد هل من مزيد؟ هذا الإبداع لينثر هذا الإبداع على ساحة الإبداع لكي يبقى ونبقى يا نايف في هذا الاستمتاع مع العميد. رأسية ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، 5 دقائق ساحرة، 5 دقائق. القرار الماضي فهد عداوي ينقل كرة لتيسير الانتيف، تيسير الانتيف كرة منقولة إلى ربيع الموسى. أخيرا سيداتي آنساتي